السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساكم. امتدادا لإلقاء الضوء على بعض الأحياء في مدينتنا الجميلة مدينة جدة، كنت أتكلم الحقيقة عن حي الهنداوية، الحي اللي كنت ساكن فيه وترعرعت فيه وتربيت فيه ولدت فيه، وكان في قيم جميلة وحلوة. القيم الجميلة والحلوة هذه الحقيقة وجدتها في الحي الحالي اللي أنا أسكن فيه، اللي هو حي المحمدية. وفي إحدى لقاءاتنا مع الجيران، لقاءات الشهرية، حرصت أني أسوي لقاءات مع القدماء اللي سكنوا في الحي، أو قدام الناس اللي سكنوا في الحي. في ناس ما شاء الله ساكنين من عام 1409 ومنهم عام 1411، وأنا الحقيقة ما سكنت في الحي هذا إلا قريب حوالي 1426. في ناس سكنوا قبلي. ما يميز هذا الحي الحقيقة الترابط الجميل بين الجيران، حتى الأسري يعني كمان، أسرة فلان مع أسرة فلان. الحقيقة الترابط الجميل هذا يعود بعد فضل الله عز وجل إلى المسجد. المسجد له دور كبير جدا. يعني في بعض الأحياء الجار ما يعرف جاره، اللي ساكن في فيلا أو شقة ما يعرف أحد، لأنه للأسف ما بيجتمعوا في مسجد، أو المسجد هذا ما يربطهم مع بعض. فالحقيقة إحنا عندنا مسجد الدعوة، مسجد جميل، والقائمين عليه ناس أفاضل ما شاء الله تبارك الله، لهم دور كبير جدا في ربط الجيران مع بعضهم البعض، في جلسات شهرية، تقريبا شهرية، كل شهر كل شهرين بنجتمع فيه مع بعض. الجار إذا ما شاف جاره في المسجد يسأل عنه، والله إذا كان وجعان أو مريض أو مسافر أو شيء. يعني الحقيقة بالضبط نفس القيم اللي كنا عايشين فيها في الهنداوية. وهذا حي المحمدية هذا يعتبر حي ما شاء الله تبارك الله نموذجي. حتى المسجد الدعوة هذا بيروا الناس القدام اللي سكنوا في الحي، أمثال الأخ خليل مرضاح، أمثال الكابتن حسن جحدلي، والناس اللي حاعمل معهم لقاءات، بيقولوا المسجد هذا ما كان أحد يهتم فيه. يعني في واحد جزاه الله خير بناه، وبعد كده خلاص أهمل. فالمسجد هذا ما شاء الله تبارك الله إمامه الحالي اللي هو الشيخ عيسى حربوش، ووالده الله يديه العافية الشيخ حمد حربوش، ما تركوا شيء إلا ما شاء الله تبارك الله سووا تكييف مركزي، البلاط طبعا بمساعدة أهل الخير وترابط الحي ما شاء الله تبارك الله. هناك تبرعات شهرية بيتبرعوا فيها للمسجد أهل الحي ما شاء الله تبارك الله. وفي اللقاءات هذه حبيت أتقابل مع الناس اللي سكنوا الحي قبلي، ويكلمونا عن الحي وكيف كان. وحتى عملت كمان لقاء برضو، أو حاعمل لقاء مع الشيخ حمد حربوش اللي هو القائم عن المسجد، وجهوده في المسجد جزا الله خير. ونبدأ اللقاءات هذه. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحقيقة احنا في هذا اليوم المبارك في حي المحمدية، الحي النموذجي، الحي اللي ما شاء الله تبارك الله متفقين فيه ما شاء الله يد واحدة، وحي نموذجي عندنا بالفعل. يعني الجار يسأل عن جاره ما شافه في المسجد بالضبط زي أول، يعني زي ما كنا عايشين في الهنداوية، زي ما كنا في لقاءنا اليوم مع القدماء اللي سكنوا في حي المحمدية، وبالتحديد أهل حي أو أهل شكرا
أهل مسجد الدعوة، لأنه مسجد الدعوة له دور كبير جدا في لم الشمل. فلقانا اليوم مع الكابتن حسن الجحدلي، هو من قدماء اللي سكنوا في الحي. يا كابتن حسن، تعرفنا على نفسك؟ المايك عندك. حسن الجحدلي. ايوه. من سكان حي الرويس قديما. اي نعم. وبعدين نقلت الى حي المحمديه في عام 1411. 1411 لما سكنت ما كان في الا حوالي 4 أو 5 بيوت في الحي، حتى مسجد الدعوه هذا كان ما زال تحت الانشاء. والان الحمد لله تفضل يعني الحي كله اكتمل مباني، والجيران ما شاء الله تبارك الله شرحوا الوجهه الطيبه. إذا تبغى تعرف حاجة اسألني سأجاوبك أنا. طيب كابتن، أبغاك تتكلم عن أول ما سكنت هنا، كيف كانت الحياة في حي المحمدية؟ والله كانت هدوء، ما في أحد، ما في كنت تشوف المطار، ما في خدمات. أشوف من بيتي أشوف المطار، من بيتي أشوف طريق الملك. يا سلام. طريق الملك. ما كانت في بيوت، حتى الحي اللي جنوبنا اللي هو حي النعيم الشمالي ما كانت في بيوت، كان لسه. هذا قلت لي في سنة 1411 و12 يمكن 13 حتى، ما لسه ما جاء أحد. الخطوط ما كانت بالطريقة اللي هي دحين، كانت خطوط مكسرة، كانت سياراتنا دائما خربانة من رداءة الخطوط، لكن كانت الكهرباء موجودة والمويه موجودة الحمد لله. أنا أتذكر لما سكنت في الحي كنت عشان توصل للحي تطلع عن طريق كوبري الصالة الملكية. نعم. لكن الآن الحمد لله حتى المدخل إلى حي المحمدية كان مرة صعب، كانت فتحة صغيرة كذا في الشب فتحينها الناس، ما كانت فتحة رسمية زي ما هي موجودة الآن. يا سلام. طيب أبغاك تكلمني برضو عن الحي الآن وتكاتف الحي وحب الجيران وحب. أنا أعطيك بالمختصر، أنا عندي أرض كبيرة 1200 متر ما شاء الله. في رحيلي، وأخواني ساكنين في الرحيلي. والله ما أبغى أبنيها ولا أبغى أنقل هناك، كله علشان الناس الطيبة اللي أنا ساكن جنبها. أنا كنت لما أول ما سكنت كنت أدعي دائما أقول يا رب جيب جنبي اللي أحسن مني. والله الحمد لله ربنا إن شاء الله إنه استجاب لدعوتي، وإن الناس الموجودة الحين في الحي إنهم أحسن مني. الحمد لله. إحنا بنبحث يعني مثلا لو ما شفت المهندس حسن بالمسجد أجي أسأل عنه، والله مريض نروح نزوره. 5 دقائق هذه اللي بعد الصلاة نتجمع فيها بعد صلاة المغرب والعشاء. نعم. وصلاة الجمعة كنا نجلس دائما بعد صلاة الجمعة دائما، بس الحين وقفوها ما أدري إيش السبب. والجمعات اللي شهرية اللي ننظمها ما شاء الله تبارك الله الأخ فهد باخريب الله يجزاه بالخير عننا، والجمعيات اللي يسويها للمسجد والتجمعات اللي يسويها والله العظيم الله يجزاه عنا كل خير، لها أثر كبير في الترابط بين الجيران وإنه نفقد بعضنا البعض. صح صدق يا مهندس، بارك الله فيك وجزاك الله خير وازعجناك. لقانا الآن مع أخوي الكبير وأخونا الكبير الحقيقة، والرجل اللي له فضل كبير بعد الله سبحانه وتعالى في المسجد، مسجد الدعوة، في تنظيمه، في ما شاء الله تبارك الله في الاهتمام به هو وأولاده. الشيخ عيسى ولده الكبير هو ما شاء الله تبارك الله إمام المسجد وخطيب الجمعة، وأبغى يكلمنا الآن عن سكنه في حي المحمدية، ويتناول كمان المسجد كيف كان وكيف أصبح. شيخنا حمد. أيوة بس خلاص كده حطه جنب فمك. أيوة تفضل. أنا حامد حسين حربوش، متقاعد من الدفاع الجوي رئيس رقباء. تقاعدت عام 1420 وانتقلت إلى حي المحمدية. كنت عمرت في 1412 الفيلا حقي وأجرتها، وعندما تقاعدت سكنت في الفيلا والحمد لله. وكان سكناي بجوار المسجد، مسجد الدعوة الذي كان نفس موقعه الآن، ولكن كانت الخدمات يعني شبه معدومة.
يعني الحمامات ما كان هناك حمامات نظيفة، ولا كان في سكن للإمام ولا للمؤذن. وبحمد الله مع تعاون الجيران والإخوان تم إنشاء سكن للمؤذن، وإنشاء دورة المياه للمسجد، وتم إنشاء أيضا صالة لتجمع النساء المحاضرات. النساء نعم. اللي احنا مجتمعين فيها الآن. نعم. وفي غرف في الدور الأول غرف تحفيظ للنساء. وعندما يعني أوقفت أنشطة المكاتب التعاونية أوقفنا المشروع، والآن في الحمد لله مشروع ثاني مرخص، بحيث أنه كل أسبوع تأتي محاضرة وتجتمع بالنساء وتحاضرهم، والحمد لله. طيب احنا نبغى نطالب زي النساء، نبغى احنا برضه واحد. في المستقبل القريب سيكون هناك نشاط للرجال أيضا في الصالة، وحيكون نشاط يعني على مستوى دورات تثقيفية في الفقه وفي الحديث وفي بعض الأمور إن شاء الله في المستقبل القريب. جزاك الله خير وبارك الله فيك. الله يحفظك. لقاءنا مع الشيخ حمد حربوش الحقيقة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هلا غالي. وبين جهوده ما شاء الله تبارك الله في المسجد وتطويره، جزا الله خير والله يجعله ميزان حسناته. عبد الله مين؟ طيب نبغى الآن نتقابل مع الأخ الرجل المثقف أخونا الكبير أبو علي. يا ريت أبو علي تعرفنا بنفسك وتدينا فكرة برضو عن الحي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد. أخوكم عبد الرحمن بن علي آل نشوان الشهري، من سكان حي المحمدية 1. سكنت في الحي عام 1419، وكان الحقيقة الاجتماعات في الحي مميزة. كنا نجتمع كل شهر عند واحد من الجيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أخوكم عبد الرحمن بن علي الشهري، من سكان حي المحمدية 1، مسجد الدعوة، بطلب من أخي النجار حفظه الله وفقه الله، عضو مميز وفعال في الحارة ودينمو الإخوان هنا، طلب منا نلقي كلمة في هذه المناسبة. أنا من سكان الحي من عام 1419، وكان جميع الجيران نجتمع كل شهر عند واحد في بيت ويضيفنا ونجتمع ونتدارس مواضيع الحي، ولا زال زي عاداتنا القديمة. نعم. والآن سووا لنا محل هنا ديوانية في المسجد، جزاهم الله خير، وصلنا نجتمع في المسجد لكثرة الناس وتشعب البشر، زاد ناس كثير. أسأل الله العظيم أن يجمعنا وأنتم على خير، وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسلم أبو عبد الله وبارك الله فيك على الكلمتين الحلوة هذه. الآن لقانا مع أخونا عبد الله العتيبي أبو نايف، وهو من أقدم أو من القدماء اللي سكنوا الحي، حي المحمدية. يكلمنا عن الحي في الماضي ويكلمنا كمان الآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله أنا قديم في الحي وقديم وعند جيران أعزاء علينا. وأول بدايتنا بداية من الأخ حسن الجحدلي والأخ إبراهيم مرضاح، شو اسمه، خليل مرضاح. نعم، خليل مرضاح. وأول ما نزلت أنا جابوا لي الله يكرمهم ذبيحتين، دخلوا في بيتي واكرموني، واتفقنا على أساس كل شهر عند واحد ذبيحة، ونجتمع الجيران كلهم الموجودين. لين جاء حوالي يمكن 10 سنوات كذا، وجو جيران الله يستر عليهم اعترضوا في الشيء هذا، وقلنا له هذا نصيبكم، ما لنا دخل فيه. احنا نبغى الحاجات الإيجابية. اي الحاجات الطيبة. اي والله نحن الجيران يعني ما نقول فيهم الا كل خير. يعني يفكروك بزمان. والله يفكرونا الحي النموذجي، يفكرونا بزمان، وفكرونا بكرام الجيران، وفكرونا بالجار إذا راح يطمن على أهل بيته وعلى بيته عند هالجيران الطيبين. بارك الله فيك. شكرا أخوي أبو نايف على الكلمتين الحلوة. الآن نشوف كمان
أخ عزيز من القدماء، أنا أدور على القدماء، أنت لسه توك ساكن. خلاص اتكلم، أعرف على نفسك. ابراهيم ابو ابراهيم له حوالي نتعب ابراهيم العنزي. اي طبعا انا عملك كنت مدير مدرسه ما شاء الله. انا نعم اشتغلت في التعليم وكنت مدير مدرسه. خدمت في التعليم 35 سنه هنا؟ الحمد لله. نعم. لا في حي الربوه. كان في الحي الشمالي شمال المحمديه وجاء معنا بالجنوب. نعم. سكنت في المحمديه عام 1410 في شهر 4. 1410 في شهر 4. نعم. كنا في شمال المسجد. شمال المسجد. نعم. بعدين نقل عندنا. كنا يعني اللي في شمال المسجد اللي سكننا عام 1410 انا ولا عبد الصهباني الله يرحمه. وكركدان الله يرحمه برضه توفى. وابو الهدى والغزاوي. احنا هذول الثلاث بيوت كنا في شمال المسجد، ما في احد غيرنا. وبعدين في خليل مرضاح كان جنوب المسجد. 2009 خليل مرضاح. ايوه كان جنوب المسجد، يعني كان اقدم مننا كان عندنا. لا ابو عيسى بعد. ابو عيسى جاء بعدنا قريب جدا قريب. وكنا يعني زي ما تقول ايش نفرح بالجار الجديد لما نشوف ارض تنبني نفرح ننبسط. وهذا والله كنت اطلع فوق السطح اشوف النعيم واشوف المصنع حق الاسمنت ما في احد خلا كان ادخل. وبعدين بدأوا الناس يتكاثروا كنا نفرح لما اشوف البيت ينبني افرح. ايوه في جار جديد جانا وبدأوا يعني هذا في زمن قريب يعني. ايوه وبدأوا يتوافدوا الناس ويبنوا الحمد لله. حتى الان صار مزدحم، الان ما تلاقي ارض فاضيه اصلا في المحمديه هنا. والحمد لله زي ما قالوا اثريتوا الموضوع بكلامكم الحلو. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كان لقانا مع بعض الحي اللي الحقيقة اتشرف اني اسكن فيه. لا يا شيخ ما شاء الله. فكان لقانا مع بعض النخبة من اللي سكنوا الحي ما شاء الله تبارك الله. وحي نموذجي وحي جميل جدا والكل يسأل عن بعض ومع فعاليات هذا الحفل. السلام عليكم. والله يا ليت لي جناح خير. ممكن راح يجيب اخوه. نعم بالزميل والله. الزميل الشارد. مساكم الله بالخير. حياكم الله وإياكم. هذا شاعر الحي. جعل الجنة اخوانا واخوانكم. امين يا رب. اعطوني دقائق بس اسمعوا. ترى واحد لما سمع هذا ما يصير عنده سلام للجيران وازكى تحيات. سلام للجيران وازكى تحيات والكل منكم له معزه وبغليه والجار والصابه زعيم الرسالات المصطفى وسيرته نقتدي فيه. اللهم صل وسلم عليه. لو تختلف انساب فينا وعادات الدين يجمعنا على